ليه ترامب بيبعت رسالة عن سد النهضة دلوقتي بعد ما السد اشتغل وبعد ما المفاوضات بقالها سنين واقفة؟ هل دي وساطة حقيقية ولا مجرد تحريك ملف مجمد؟ والسؤال الأهم، لما السياسة تسكت هل السوشيال ميديا بتقترح حلول ولا بتخلق مشاكل أكبر؟ يا ترى رسالة ترامب معناها إيه؟ في يناير 2026 ترامب يعلن استعداده إنه يتوسط في أزمة سد النهضة. مصر رحبت والسودان رحبت واثيوبيا التزمت الصمت. الرسالة في توقيت حساس جدا لأن السد ما بقاش مشروع، السد بقى واقع شغال. يعني أي وساطة دلوقتي مش هتكون عن البنى، هتكون عن التشغيل والجفاف وإدارة الأزمات. ليه التوقيت ده بالذات؟ التوقيت مش صدفة، السد دخل مرحلة التشغيل وأي سنة جفاف جاية تساوي اختبار حقيقي، مفيش اتفاق ملزم. فترامب فتح باب مش حل، لكنه فتح باب، وساعتها الفراغ السياسي يبدأ يتميل. ومع غياب رد اثيوبي واضح السوشيال ميديا بدأت تتحرك وفيها 3 اتجاهات. اتجاه رافض بيقول السد خلص ومفيش تفاوض وامريكا منحازه. الاتجاه الثاني قومي تعبوي شايف السد كرامه واي مشاركه مصريه يساوي تهديد ولازم مقابل كبير لاي تنازل. وهنا بقى يظهر كلام عن حلول بديله. الاتجاه الثالث اهدى وصوته اضعف، ناس بتسال لو الجفاف طول مين هيدير الازمه؟ بس الاتجاه ده مش مسيطر. وسط الكلام ده طلع اقتراح على السوشيال ميديا بيقول ان ممكن اثيوبيا تسمح لمصر مقابل حصول اثيوبيا على ميناء على البحر الاحمر. خلينا نفترض جدلا ان ده اقتراح طلع من الاداره الاثيوبيه فعلا. ايه هيكون العواقب؟ اول حاجه تغيير طبيعه الازمه. مصر طول عمرها بتتكلم عن حقوق الميه وقواعد التشغيل، فاول ما تدخل ميناء مقابل سد انت كده حولت الازمه من قانونيه لجيوسياسيه. تاني حاجه هتكون مشكله كبيره مع السعوديه. البحر الاحمر امن قومي سعودي وامن مصري مشترك، واي كلام عن مواني نفوذ جديد هيعمل حساسيه كبيره جدا ومصر مش محتاجه ده. تالت حاجه هتكون صفقه خطيره. النهارده مينا قصاد ميه، بكره يبقى حاجه تانية قصاد حاجه، وده بيهدم فكره الحقوق ويحولها لمقايضات. رابع حاجه شرعنه الروايه الاثيوبيه. اثيوبيا دايما بتقول مصر عايزه تسيطر، والطرح ده يديهم الدليل اللي هم محتاجينه. ليه الاقتراح ده مش واقعي اصلا؟ بعيدا عن مصر، اثيوبيا اصلا لا تمتلك مواني، واي مينا يساوي دوله تانية، ويدخل اطراف جديده يساوي تعقيد وصراع. يعني مصر لا تملك اصلا انها تدي لاثيوبيا اي مينا تانية. يعني الطرح لا عملي ولا سياسي ولا قابل للتنفيذ. طيب مصر ممكن تعمل ايه فعلا؟ مصر موقفها صح وواضح، تخلي الملف ملف ميه بس، تشغيل، جفاف، تبادل بيانات، آلية ملزمه، وترفض اي مقايضه جغرافيه. الميه حق مش صفقه. ركز على موسم الجفاف، اداره داخليه صارمه، تحرك دبلوماسي هادي وبدون تهويل. رساله ترامب فتحت باب، بس السوشيال ميديا فتحت ابواب تانية. وفي قضايا بحجم سد النهضه اخطر حاجه مش السد، اخطر حاجه الحل الغلط. وسيبك من رايي وخليني اسالك انت، هل شايف ان وساطه ترامب ممكن تنجح؟ وهل اقتراحات السوشيال ميديا خطر ولا مجرد فضفضه؟ وانت شايف مصر المفروض تكمل ازاي؟ اكتب رايك في التعليقات، ولو التحليل ده عجبك ما تنساش تتاكد انك عامل لي فولو وسبسكرايب علشان دايما هتلاقي هنا الخلاصه مع اسلام انور. ودايما وابدا تحيا مصر، والسلام عليكم.